تفاصيل سحب جنسية الدكتور إبراهيم يعقوب السويني، ومن هو وأصله من أين، والقصة كاملة. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. وقبل ده كله هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. الدكتور إبراهيم يعقوب السويني هو شخصية كويتية بارزة، اشتهر بمسيرته القانونية والإدارية في هيئة أسواق المال الكويتية، حيث شغل منصب رئيس قطاع الشؤون القانونية. وقد ارتبط اسمه مؤخرا بقرار سحب الجنسية الكويتية من والده يعقوب عبد اللطيف محمد السويني ومن تبعه، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الكويتية. يعرف الدكتور السويني بإسهاماته في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية لسوق المال، وحرصه على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية. ينتمي الدكتور إبراهيم يعقوب السويني إلى عائلة كويتية معروفة، فوالده هو يعقوب عبد اللطيف محمد السويني إمام جامع أحمد الصقر. وقد تلقى الدكتور إبراهيم تعليمه العالي في مجال القانون، حيث يحمل درجة الدكتوراه، مما منحه أساسا أكاديميا قويا في تخصصه. هذه الخلفية القانونية مكنته من تولي مناصب حساسة تتطلب فيهما عميقا للتشريعات والأنظمة، خاصة في القطاع المالي. اسمه بالكامل إبراهيم يعقوب السويني، جنسيته كويتي سابقا، الأصل عراقي، المهنة قانوني مسؤول حكومي سابق. أبرز المناصب: رئيس قطاع الشؤون القانونية في هيئة أسواق المال الكويتية. المؤهلات العلمية: دكتوراه في القانون. أبرز الأحداث: سحب الجنسية الكويتية منه ومن عائلته في مايو 2026. تركزت المسيرة المهنية للدكتور إبراهيم يعقوب السويني بشكل كبير في هيئة أسواق المال الكويتية CMA، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم وتطوير سوق الأوراق المالية في الكويت. شغل الدكتور السويني منصب رئيس قطاع الشؤون القانونية في هيئة أسواق المال، وهو منصب محوري يتطلب خبرة واسعة في القانون المالي والإداري وهذا الدور كان مسؤولا عن صياغة وتطبيق اللوائح والأنظمة التي تحكم عمل السوق، وضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير القانونية. يعد الدكتور السويني من الشخصيات التي ساهمت في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المرتبطة بأسواق المال في الكويت، وقد أكد في تصريحات سابقة إن إنشاء هيئة أسواق المال يمثل تطويرا هاما للمنظومة التشريعية في دولة الكويت، مشددا على دور الهيئة في حماية المستثمرين وضمان عدالة التعديلات. لحد كده بيكون انتهى تفاصيل الخبر. هستنى تعليقاتكم أسفل الفيديو. مع